هلو حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. الجزء التاني من فلترة الميك اب بتاعي. المرة اللي فاتت طلعنا الحاجات دي ولسه هنكمل عليهم. خلصنا 3 أدراج وهنكمل على ال3 أدراج التانيين. التارجت من الحوار ده كله ان احنا نطلع الميك اب اللي احنا ما بنستخدمهوش لحد ممكن يكون بالنسبة له حاجة حلوة أوي يستفاد بيه، لأن هو مركون عندي على الفاضي. فيلا عشان الفيديو ما يبقاش طويل زي الفيديو اللي فات، تعالوا كده نبدأ نفلتر. خلاص احنا خلصنا الدرج ده. المفروض هنبتدي من الدرج ده، والدرج ده جواه الباودرز تقريبا، جواه كل الباودرز والاي شادوز اللي هي السنجل. فتعالوا بقى اجيب الكاميرا كده شويه عشان تبقوا اقرب. اوكي حبايبي، اتمنى تكونوا شايفيني كويس، وخلينا يلا نفتح درج الباودرز والاي شادو سنجل. خلينا نبتدي الاول بالاي شادو السنجل. ونجيته للحق انا ما بستخدمش سنجل اي شادو كتير. يعني انا بالنسبه لي هفتح باليت اي شادو، هاخد اللون الشيمر منها، لكن مش هتلاقوني قوي بحب ان انا يبقى عندي اي شادو سنجل. فاعتقد ان انا هطلع كل السنجل اي شادو اللي عندي، وهم اغلبهم من شي جلام، وفي كمان من كام براند تانية كده. اوكي، فهم السنجل اي شادو دول ممتازين لو انتي ميك اب ارتست ومش عايزه تشتري سنجل اي شادو غالي او بيجمنت غالي، لان دول البيجمنت بتاعهم قوي قوي وبيدي لمعه حلوه قوي فوق العين. بس اتس اوكي، يعني انا ما بستخدمهمش. ودول برضو من عند شي جلام زي ميتاليك كده بيتحط فوق العين، بس برضو انا ما بستخدمهمش، فهطلعهم. خليني اقول لكم بقى اللي بجد بجد بقيت استخدمهم كتير جدا، مع اني ما كنتش متخيله ان انا هحبهم كده. وهم الاي شادو الجليترز دول من عند شي جلام. فاكرين انا عملت لكم عنهم فيديو؟ بجد دول انا ما بستغناش عنهم. كل ما بحب احط اي شادو كده جلاتر ويبقى شكله حلو وشايني وباين قوي فوق عينيا بستخدمهم. فدول شور انا مش هضحي بيهم. طيب نيجي للباودرز. في براند كانت بعتت لي حاجات كتير زي هايلايترز وباودرز وبرونزرز اسمهم باي مود. كانوا باعتين لي برضو درجات باودر كتير، بس درجات الباودر مش المشكله في الدرجات. الفورمولا بتاعت الباودر بالنسبه لي ما كانتش واو، كانت كويسه بس ما كانتش واو. وانا احب اما احط باودر تكون واو، يكون شكلها حلو. الباودر بجد لو مش من الحاجات النظيفه الحلوه اللي انت استخدمتيها بجد هتخلي شكل الميك اب وحش. يعني انا دايما بقول اي حاجه يتوفر فيها اي شادو، يتوفر فيه اي لاينر، يتوفر فيه في حاجات كده ما يتوفرش فيها لازم تجيبوها حلو، زي اساس البشره، فاونديشن، برايمر، باودر. الحاجات دي مهمه جدا. ابقى احط بلاش اي حاجه، احط هايلايتر ان احط مايت سينما، احط اي حاجه، بس في حاجات كده ما ينفعش استرخص فيها خالص. نيجي للباودر دي اللي هي بتاعت شي جلام اللي اسمها هايدرو تاتش. يا رب تكونوا شايفينها. الباودر دي حلوه قوي للبنات اللي بشرتها جافه، لان هي بتديكي احساس كده ريفرش وبتدي احساس ساقع ومش بتنشف البشره. فدي عايزه بنوته تكون بشرتها تكون جافه. طيب نيجي لباليتات الاي شادو دول من عند عهود كوزماتكس. هي بعتت لي 2. اول حاجه نزلتها هي الباليت اللي هي اللي الدرجات بتاعه القمح الغامقه، شايفين؟ دي لميك اب ارتست هتنبسط بيها قوي يعني بجد. بص الدرجات بتاعتها على فكره. الباودر دي والله 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 بديله الباودر بتاعت ماك ما كانتش هي نفس المصنع تقريبا، يعني هي عهود بتعمل الميك اب بتاعها بره مصر، فخطيره دي ماك. بس انا ما بستخدمش الدرجات الغامقه دي. اليوجوال اليوجوال بستخدم الباليت دي اللي هي اللايت، لان هي بعد كده نزلت الباليت اللايت. فانا هشيل اللايت وهوزع اللي هي الميديوم، اي بنوته تانية تستفاد منها. طيب ايه تاني يا دود؟ عدساتي اكيد يعني مش هديها لحد. انا كده كده ما بستخدمش عدسات كتير، بس ساعات بحتاجهم. يعني انا عملت لكم زوم شويه كده عشان حاسه ان انتوا قاعدين بعاد قوي. مش تقولوا لي يا جماعه؟ على اساس ينفع تقولوا لي يعني. المهم ده جليتر للاي شادو من عند ان واي اكس او نيكس. ما بقيتش استخدمه، كنت الاول بستخدمه كتير، بس دلوقتي اغلب الاي شادو ما بقوش يحتاجوا جلو، او موضه الجلو بتاع الاي شادو دي راحت عموما يعني. طيب نيجي للباودرز اللي انا بحبها. مثلا عندي فينتي بيوتي حلوه قوي، عايزه ابقى اجيب منها نفس الدرجه افتح. عندي الباودر دي بتاعت ال جيرل، انا حفراها بس اي لاف ات، ما ينفعش استغنى عنها. باودر ايه ممكن استغنى عن البابل جام بتاعت شي جلام. يعني ما بقتش استخدمها كتير، استخدمت نصها، يعني هتلاقوا نصها لسه مليان، بس ما بقتش استخدم البابل جام كتير. بقيت بستخدم دي اللي هي اسمها ايه، التارو او التارو، اللي هي البيربل، بقت تعجبني اكتر بكتير. طيب الباودر دي من عند ميك اب فور ايفر، انا استخدمتها كتير قوي يا جماعه. بصوا
هي خلاص almost خلصت، يعني خلاص ما بقاش فيها حاجة، بس من أحلى الباودرز اللي جربتها، مش عشان أثبت بيها الميك اب، عشان أفكس بيها الميك اب بره البيت. يعني مثلا لو أنا خارجة وبشرتي لمعت فبطفي بيها اللمعة، فبجد كانت من أحلى الحاجات. وإن شاء الله محمد يرجع تاني السعودية نخليه يجيب لي بقى اللي هي الكات اللي بيبقى فيها السبراي والباودر، اللي هي بيبقى كلها ترافل سايز، دي أنا بحبها قوي. طيب نيجي لإيه تاني يا دود؟ أنا عندي الباودر دي برضو بتاعت شي جلام. دي باودر فاونديشن، عندي الدرجة بتاعتي بتاعت ورم فانيلا، فدي أنا هطلعها. باودر كيكو أنا بحبها قوي، من أحلى الباودرز اللي جربتها من عند كيكو أم لاف. وعايزة أجرب باودرز أكتر من عند كيكو. أنا مبسوطة قوي بحملة النظافة اللي إحنا بنعملها دي، عشان أرجع أشتري برودكتس جديدة، لأن أنا حاسة إن أنا محبوسة يعني. anyways نيجي للباودر بتاعت هدى بيوتي ايزي بيك. جس وات هوزعها. مش عارفة، ما حبيتهاش خالص، يعني خدت فايب رهيبة، ما حبيتهاش نهائي. انا بحب الباودر الثانيه اللي هي الايزي بيك اللي هي اللوز باودر، لكن دي انا ما حبيتهاش خالص، فدي انا هطلعها. ممكن تستفاد منها بنوته تانية. في باودر اسمها بيبي دول من عند جوسي بيوتي من عند شمس. الباودر دي حلوه قوي. عرفتوا بقى الموضوع ملوش علاقه بجد بان براند غالي ورخيص. يعني شوفوا، انا هطلع هدى بيوتي دي مش هستخدمها، بس مثلا واحده زي جوسي بيوتي دي خطيره، دي ما تطلعش، عارفه كده. وطبعا اللورين مارسي انا بحبها، بحس ان ليها وقتها. بستخدمها مثلا شويه في الشتاء، بحب استخدمها في الشتاء، مع الناس اكتر بيحبوا يستخدموها في الصيف، بس اتقول بحبها. في ناس بيقولوا ان هي ما بتثبتش قوي، بس بالنسبه لي كويسه. انا ما بحبش برضه الباودر اللي تكتم البشره دي، عارفه كده. والباودر بتاعت نوت بموت فيها، عمري ما هغيرها. يا لهوي درج الباودرز في دي. المهم، والانستا ريدي اللي هي اللون ده، الدرجه دي اسمها يمكن دي اكتر درجه ظبطت عليه، اللي اسمها ناتشرال لينن. دي انا بحبها قوي، فدي برضه مش هنستغنى عنها. فكده ده الدور بتاع الباودرز. كده خلصنا، حاسه خلصنا بسرعه. اوكي دي خلصت. طيب نيجي للدرج ده الاول، اللي هو بتاع الاي شادو. هو تحت شويه بس، يعني هوريكم الحاجه. البوكس بقى مليان ما شاء الله. ونيجي بقى لدرج الاي شادو. بصوا انا حاولت اظبطها، بس برضه مش هتشوفوا الدرج، يعني معلش استحملوني، انا كده كده هوريكم كل حاجه. طبعا انا مبقتش استخدم اي شادو كتير، فاضيق الحدود قوي اما بستخدم اي شادو. ان يوجوال بحط البرونزر فوق عينيا وخلاص. انا اتغيرت قوي، انا اتغيرت قوي، بس هنسيب كام باليت ينفعونا لما نحب نعمل ميك اب لوك، عارفين كده. فهنحاول ناخد اللي احنا محتاجينه بس. هنبتدي باول حاجه، وهي الباليت دي من عند انستازيا. الصراحه انا ما بستخدمهاش كتير، بس فيها كام درجه بني كده انا بحبها، والالوان اللي بتلمع اللي فيها انا بحبها. لكن الالوان البيربل والفوشيا دول بشعين، بجد بشعين والله العظيم. مجرد ما تحطوهم فوق عينيك وتيجوا تمسحوهم بالميك اب ريموفر تلاقي فوق عينيك فوشيا. فمن الالوان اللي عمري ما هقرب لها وانا بستخدم الباليت دي. طيب نيجي للباليت دي اللي هي بتاعت شي جلام. فاكرين الاديشن ده اللي كان اسمه فينايل بوب كولر، اللي كان فيه 4 باليتس من دول؟ دي اللي فيها الالوان الملونه وكده، ما بقتش استخدمها كتير فهنطلعها. نيجي بعد كده للباليت دي اللي فيها بلاشرز. اوكي دي من عند باي مود، برضو ما بستخدمهاش كتير، فهنطلعها وعليها صورتي، اللي هتاخدها هتاخد صورتي. اوكي. و نيجي برضو للباليت دي برضو من عند باي مود. فيها هي بيبقوا دول سنجل اي شادو يعني كده، وبيبقوا ماجنت، وبرضو ما بستخدمهاش كتير، يعني ايدي ما راحتش عليها كتير. انا بحب الحاجات الصغيره، عندي بجد مشكله، بحب الحاجات الصغيره، ما بحبش الباليتات اللي بتبقى فيها حاجات كتير، دي بقى بتوه فيها. فدي برضو هطلعها، واللي هتاخدها تاخد صورتي. ايه تاني يا دود؟ اوكي ده اي شادو صغنون من عند اي او اي، برضو ما بقتش استخدمه كتير. الباليت دي من عند ريل بيوتي، دي اسمها مون داست، جواها درجات اي شادو بتلمع، ام لاف، بحبها بحبها قوي. دي من عند شمس من عند ريل بيوتي. الباليت دي انا شايفه ان كل بنوته لازم يكون عندها الباليت دي. انا جبتها من نون، انا مش عارفه هي لسه موجوده ولا لا. هي من عند ال جيرل، اسمها نودست. تمام. والله العظيم يا جماعه البيجمنتيشن بتاعت الالوان بتاعتها تجنن، انا بموت فيها. الاسود بتاعها فحم يعني خطير، درجات البني اللي فيها رهيبه، وانا بستخدمها كتير جدا، فانا مستحيل استغنى عن الباليت دي. هوزع برضو الباليت دي اللي هي بتاعت شي جلام، برضو اللي هي الفينيل بوب كولر، برضو ما بستخدمهاش كتير. هخلي الباليت بتاعت هدى بيوتي اللي هي توباز اوبسيشنز. تمام، دي برضو درجات بنيات، وانا بحب الدرجات دي قوي. اوكي الباليت دي بتاعت نارز.
هخليها برضو لان الدرجات بتاعتها بتاعت الالوان اللي انا بحبها. ايه تاني؟ هطلع الباليت دي بتاعت هدى بيوتي اللي اسمها بيربل هيز. يعني مش عارفه، ما حبيتهاش قوي، يعني استخدمتها فتره بس بعد كده مبقتش استخدمها تاني. الباليت دي انا بحبها قوي، بتاعت شي جلام الاديشن بتاع امبر روز، انا بموت فيه. مع ان على فكره الباليت كلها فيها 4 الوان، بس 4 الوان جوكر، يعني طلعوا منهم كذا ميك اب لوك. التاني الباليت دي من عند ريفوليوشن برو، تمام، كان اسمها نيو ناتشرال، والالوان بتاعتها من جوه كده، بس not my type. يعني حاسه ان انا ما بقتش استخدم الالوان دي. انا طلعت تقريبا كل الاي شادوز بتاعتي. اوكي، نيجي للباليت دي اللي اسمها بلاي جراوند بتاعت شي جلام. فاكرين الاديشن اللي كان فيه حاجات غريبه كده، بس مش عارفه افتحها منين، مش عارفه افتحها، استنى. اوكي، دي كده بيبقى فيها حاجات تلوين وتعملوهم بميه وبتاع، مبقتش استخدمها كتير برضه فهطلعها. اوكي، تو فيس شوكليت بار اكيد هخليها ام لوف، يعني انا بحب الباليت دي قوي، ليها ذكريات عندي، تقريبا دي اول حاجه انا استخدمتها من عند تو فيس. اوكي، الباليت دي بتاعت ريفوليوشن، دي كان اسمها فوريفر فلوليس الور تقريبا. دي الدرجات بتاعتها بحبها شويه عشان فيها شويه درجات بيربل اللي انا بحبها فهخليها. الكاميرا فجأة فصلت، أنا مش عارفة احنا وصلنا لغاية فين، بس هطلع الباليت دي بتاعت كوزميك كام اب. وكنت بقول إن فيها ألوان كنت بحبها قوي زي الأزرق والتركواز والأسود، كان البيجمنت بتاعهم قوي قوي، بس بقية الألوان ما بستخدمهاش فخلي حد غيري يستخدمها. نيجي بعد كده للبوك ده اللي كان جه مع الاديشن بتاع هاري بوتر اللي كان اسمه ذا مانستر بوك اوف مانسترز. في درجات بنيات، يعني بنات كتير هتحبها بس انا عندي بنيات كتير فاعتقد ان انا مش محتاجاه، وفكره الفرو والحاجات دي مش جوي يعني عارفين الحاجات بتاعت الكرتون يعني مش جوي. انا بحس ان انا ليدي مش عيله، عارفين كده، اي حاجه عليها حاجات عيال شويه، ما روحي ما بتتعلقش بيها، عارفين كده. نيجي للباليت دي بتاعت جوسي بيوتي، برضه هطلعها، انا عندي بنيات كتير جدا. نيجي للباليت دي عشان ليا ذكريات حلوه معاها بحبها، وطلع عيني على ما جبتها. يعني الباليت دي كانت من انجلوت، كان اسمها فلاورز ستوديو، دي كانت كولابوريشن ما بين انجلوت ومي ابراهيم. افتكر ان اول ما الباليت دي نزلت كنت لسه نازله مصر، وكنت هموت واجيبها، مش عشان انجلوت، عشان ماي ابراهيم، انا بحب ماي ابراهيم قوي. فكنت نفسي قوي اجيب الاديشن بتاع اللي هي نزلته مع، او التعاون اللي هي نزلته مع انجلوت. فخليت واحده صاحبتي جابتها لي معاها وهي نازله مصر، وبموت فيها، وكويس ان انا خدت بالي منها عشان تبقى قدامي كده واشوفها كتير. الحاله التانيه بتاعت بايمود، وهي فيها كل السنجلز اي شادو، انا ما بستخدمهمش حرفيا، يعني من ساعه ما جم استخدمتهم مره معاكم لكن بعد كده ما استخدمتهمش. ونرجع ونقول مش معنى كده ان الحاجات دي الكواليتي بتاعتها وحشه خالص، والله الحاجات دي الكواليتي بتاعتها تجنن، بس انا ايدي ما بتوفلهاش. برضه ما بيبقى عندك حاجات كتير ما بتبقيش شايفه كل حاجه عندك، كده الدرج فضي فهبقى تقريبا شايفه كل الحاجات اللي عندي، فخليني بقى ارجعهم. نبتدي اول حاجه بالجلاسز بتوع اماندا، انا جبت مره وبعد كده اماندا بعتولي فبقى عندي كميات كبيره. فهطلع الاربعه دول، هما الاربعه او من السته، يعني دول ال4 درجات دول هطلعهم. انا عندي منهم تاني على فكره، فممكن اخلي بس صابع اتبهدلت، ممكن اخلي بس اللي لونه بينك. لا بصوا خلينا اونست، انا هطلعهم كلهم. ليه بقى؟ لاني بجد ما بستخدمهمش، يعني جه عليا فتره كنت بستخدمهم كتير بس ده اطلعهم كلهم. انا مش هخلي حاجه انا ما بستخدمهاش كتير ايدي ما تروحش عليها دايما. في براند مصريه بتعمل عطور حلوه قوي وعامله جلاس حلو انا بحبه قوي، اسمها ازلا. فهي ما كانوا بيبعتوا لي العطور كانوا بيبعتوا لي معاها سامبل للليب جلاس ده، فانا هخلي الحجم الكبير وخليه هنا، وهطلع 2 سامبل صغيرين ودول لسه ما اتفتحوش، يعني لسه زي ما هو. فاكرين الاديشن بتاع هاري بوتر لما كان فيه ال3 كور دول، كور عمر وسلمى قوي دول، ممكن تستخدميهم في الكونتور، انا ما بستخدمهمش كتير فهنطلعهم كده بالبوكس بتاعهم. ايه تاني يا دود؟ من الحاجات اللي انا بحب استخدمها قوي هي الجلاسز دي من عند شي جلام، بس اللي هو كاندي لين ده انا ما بستخدموش اصلا فهنخليه هنا. الجلاس ده كان من عند تارت، كنت جايباه كده مع كام حاجه بس ما بستخدموش، مع انه على فكره خطير ولمعته تجنن.
يعني صيفي قوي، بس انا ما بستخدموش كتير، ايدي ما بتروحوش. طيب نيجي للليب اويلز او الموسترايزرز دول بتوع شي جلام، انا بحبهم جدا بس عندي كتير منهم، فممكن اخلي مثلا اللي هو البيربل اللي فيه جليتر ده عشان انا بحبه، ممكن اختار ما بين الاتنين دول، فهاخد واحد بينك وهاخد واحد البينك ده اللي هو الشفاف، واللبني الشفاف هطلعه. طيب ايه تاني يا دود؟ تمام. في حاجات كانت باستخدمها كتير قوي وبجد دلوقتي مبقتش اقرب لها. انا من الناس كنت بحب قوي المات ليبستكس وكنت بموت فيهم. دلوقتي جلاس تايم، ما بحبش احط غير جلاسز دلوقتي في اي حاجه مات، هنقول لها مع السلامه. فاكرين الليبستكس دي بتاعت شي جلام اللي هي البوم، مش عارفه ايه كان اسمها ايه دي، اسمهم حاجه بوم حاجه كده، بس كلهم مات، فهطلع كل المات اللي عندي، احمر بقى اخضر اي حاجه كله هيطلع. ده ايه ده؟ اوش، لا ده ضرب وطلع بره ده، فده هنرميه. اوكي ده ليبستيك برضو من عند فلورمر، كان ريد ليبستيك، الفينش بتاعه كان مات بس برضو ايدي ما بتروحلوش، حاجات بشتريها وما بقرب لهاش اقسم بالله. طيب نيجي للليكويد ليبستيك بتاع هودا بيوتي، ده انا بحبه جدا. الليبستيك ده برضو كان من الاديشن بتاع امبر روز، هو درجته على فكرة حلوة قوي، يعني درجته بجد حلوة قوي، بس مات وانا مبقتش استخدم اي حاجة مات دلوقتي. الليبستكس دي من عند سيبال، بس انا بحبها قوي، بس يعني هختار درجات ودرجات. الدرجة دي شتوية ما اقدرش استغنى عنها، بحبها، والدرجة دي حلوة. اي ثينك ان بتوع سيبال انا مش هستغنى عنهم لان هم لذاذ قوي. نيجي بقى للميرور كيس بتوع شي جلام، استنى دول كتير قوي، استنى. اوكي الميرور كيس بتوع شي جلام انا ممكن اخد منهم كام درجة، يعني هاخد منهم مثلا البلوت تويست، ودي لا مش هاخدها. دي انهي درجة دي؟ اوكي لا دي برضو مش هاخدها. رولر بريكر هاخدها، يعني لذيذة، هنا نقابلها بس. لا بليز ما تبهدليش البنطلون. اوكي الدرجة دي غامقة شوية فمش هاخدها. دي برضو مش هاخدها. كمان بقيت بحب درجات معينة كده، دي أحمر فبرضه مش هاخدها. الليبستيك الأحمر بيتحط مات بس ما بحبش الليبستيك الأحمر الجلاس. والدرجة دي اللي هي الشفافة اللي فيها جليتر دي هخليها برضه عشان I'm in love with أي حاجة فيها جليتر. طيب طلعنا كمية ليبستيكس رهيبة على فكرة، أنا بودعهم، أنا بحبهم بس it's okay. نيجي بقى للمرطب ده اللي هو بتاع شي جلام، عامل زي الكاندي كاتن كده من جوه، بس هو مرطب، يعني انا ما استخدمتوش اصلا، هو دياله بس حطيت صباعها فيه. وده برضو مرطب شفايف، كان في الاديشن بتاع مارلين مونرو، ما استخدمتوش. في ايه تاني يا دود؟ ده اللي هو السوفت هيز بتاع شي جلام خليه. ميك اب فور ايفر ليبستيك ريد هخليه. شي جلام بينك ليبستيك هطلعه. الليبستيك ده من عند جوسي بيوتي، الدرجه بتاعته حلوه قوي برضه هطلعه. ليبستيك سيفورا، الدرجة دي أنا مفيش حد ما بيسألنيش عليها لما بحطها، درجة 16 رهيبة، لونها بيربل كده وخطيرة. الجلاس ده من عند شي جلام ما بستخدموش. ليب اسمه ايه ده، ليكويد ليبستيك من عند فلورمر احمر اكيد هخليه. بتوع سيفورا انا بحبهم جدا مع انهم شويه بحسهم بينشفوا الشفايف بس اتس اوكي. الجلاسز دي بتاعت شي جلام اكتر درجتين بحبهم اللي هي كوكو كوكي وستروبري ميلك، دول اكتر درجتين بحبهم. طيب الليبستكس دي بتاعت فلورمر، تمام. كلهم هطلعهم والله، مشتريهم غاليين بس كلهم هطلعهم لان هم شويه بينشفوا الشفايف، فما استحملتهمش نهائي وما بقرب لهمش. الجلاس ده بتاع اوفيوس حسيته عادي يعني ما انبهرتش. الليبستيك ده او الليكويد ليبستيك ده من عند NYX، درجه الاحمر بتاعته حلوه قوي بس هو مش واو، يعني ما يستاهلش ان انت تروح تحط فيه فلوس. الجلاسز اللي بعشقها وبموت فيها وبحبها بتوع ميبلين ليفتر جلاس بالاربع درجات، ما اقدرش استغنى عنها. وبرده الليكويد ليبستيكس برضو بتوع ميبلين اللي هما الفينيل انك، ام الله بحبهم قوي. الجلاس ده حلو قوي برضو من عند روبي بيوتي، هتلاقوه عند شمس، وجواه جليتر وبينفخ الشفايف كده بيديها شويه فوليوم.
الliquid lipstick ده برضه بتاع makeup forever حلو أوي أنا باحبه. الليبستيك ده بتاع كيكو، ده جديد. ده جديد أنا ما استخدمتوش، أنا مش عارفة ده سعره كام، بس كان جالي هدية، بس أنا ما يعني عارفين في ناس جات لها هبة كده بقوا بيشتروا من ده كتير أوي، ومش عارفة بيحبوه على إيه، فأنا ما حبيتهوش. الميبيلين سوبر ستاي اللون الأحمر، special اللون الأحمر، لكن هو أصلًا كليبستيك لأ ما فيش، يعني ما باحبوش، بيبوظ الشفايف، بس الأحمر باخليه. طيب I think دول أنا كنت عاملة لهم فلتر من فترة، فأنا شايلة أحسن حاجة أو أحلى حاجة فيهم، باشوف لو في حاجة بس متكررة هنطلعها. لأ ما فيش أي حاجة متكررة، عندي 4 فيهم glitter و3 ألوان عادية، اللي هو كان اسمه إيه، كان اسمه lip plumber من عند شيلا. بس كده حبايب قلبي، إحنا فلترنا كل أدراج الmakeup وما خليناش بس غير اللي باحبه وباستخدمه، عشان ما يبقاش عندنا حاجات على الفاضي. وبس كده يا حبايب قلبي، الفيديو خلص، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة والقناة التانية بتاعة الvlogs، وكمان اعملوا لي follow على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.